اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى نعمل وصفة مش مكلفة خالص وهتديكي نتيجة جميلة جدا. طبعا الوصفة تكلفتها 5 جنيه بالظبط. هنعمل منها معطر للشقة، وهنعمل منها معطر للمفروشات، وكمان هنمسح بيها الأرضيات، يعني خلطة من مجاميعه. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف وصفتنا عبارة عن ايه. بس ما تنسيش دعمك ليا بالشير وباللايك. زي بقى ما انتوا شايفين كده الازازة دي انا جبتها من محل بيع منظفات، بالظبط ده تمنها 5 جنيه، بجميع بقى انواع البرفانات اللي انتي بتحبيها. انا جبت بقى برفان كاسيليا، بما انه اول حاجة اتقدمت لي في خطوبتي فانا بعتز بيه جدا. جيبي بقى انتي النوع البرفان اللي انتي بتحبي تستخدميه، وهتعطري بقى بيه شقتك ومفروشاتك، وكمان زي ما قلنا هنمسح بيه الارضيات. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم شكل الازازه اهو. خديها اسكرين واسالي عليها في اي محل بيع منظفات، هتلاقيها وهتجيبيها بنفس السعر اللي بقولك عليه. ابتديت بقى هنا اجهز الوصفه بتاعتي. معايا كوبايه كده مقدار مج من الميه، وهبتدي بقى انزل عليه ب3 غطيان من المعطر اللي انتوا شايفينه ده كده. الغطا التاني وهحط غطا كمان. تمام. شوية بقى ملح صغننين جدا، مقدار ربع معلقة صغننة من الملح. اي حاجة هتستخدميها لشقتك تقدري تحطي فيها الملح حطيه. الملح ممتاز للطاقة السلبية. حطينا الملح وهبتدي بقى اقلب كل الخليط ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين، وهجهزه بقى في البخاخ اللي انتوا شايفينه ده عشان نجرب الوصفة بتاعتنا. سهلة وبسيطة ومتوفرة، وتقدري توفري بقى تمن المعطرات الغالية اللي موجودة الأيام دي. هحط بقى المعطر بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام. يلا بقى نشوف احنا بنستخدمه ازاي. رجيها بقى كده شوية ويلا بينا. بعد طبعا ما بصحى من النوم وتكون بقى شقتي متروقة ونضيفة شكلها جميل كده، ببتدي اخد المعطر ده على كل المفروشات اللي عندي في الشقة زي ما انتوا شايفين. صالونك بقى، انتريهك، ركنتك، المهم المعطر كده ترشيه بالشكل ده. ريحته جميلة جدا وهادية، ده طبعا حسب النوع اللي انت هتختاريه. هو متوافر منه جميع انواع البرفانات. وفي الجو بقى كده برضو بختين 3 كده يدوكي ريحة جميلة جدا. مع الملح اللي احنا حطيناه بقى مفيش اي طاقة سلبية في المكان خالص. ولو همسح بحط شوية زي ما انتوا شايفين وغرق بيهم الشقة كلها قبل ما امسح بالشرشوبة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، حبيت اشارككم فيه. لو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم.